بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس، الأخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر، أود في البداية أن أشيد بالجهد المبذول من اللجنة الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة، على الرغم من أن هذا البيان لم يرتقي إلى المستوى الذي يمكننا أن نناقشه أو نتحدث عنه. فقد أهمل البيان العديد من المشاكل المواطنين، ولم يذكر حلولا عملية لتلك المشاكل. على سبيل المثال، تعاني محافظات مصر خاصة المحافظة الغربية من النقص الحاد في البنزين والسولار، حتى أن تلك المحافظة قد أصابها الشلل التام نتيجة هذه الأزمة التي أعتقد أنها مفتعلة، ولكن الحكومة تقف مكتوفة الأيدي، لا تستطيع أن تقدم أي حلول. أما أم المشاكل فهي مشكلة الأمن، ولا ندري متى سيعود الأمن إلى الشارع. لم يذكر البيان ما يحدث في الشارع المصري من جرائم وكوارث، سواء على مستوى الأداء الأمني أو القضائي، وإن معظم ما شاهده الشارع المصري من عمليات قتل المتظاهرين ما زال غامضا، لم تكشف الجهات الأمنية أو القضائية المسؤول عن أحداث مزبيرو والبالون وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء والسفارة الإسرائيلية. ولم يعرف المصريون حقيقة هذا اللهو الخفي الذي ارتكب كل هذه الجرائم في غفلة من الأجهزة الأمنية. أما عن مشكلة الصناعة، فإنني وبصفتي من مدينة صناعية من الدرجة الأولى، وهي مدينة المحلة الكبرى، والتي كانت كبرى قلاع صناعة الغزل والنسيج. أما الآن فقد أصبحت وبفعل فاعل عبارة عن مصانع متوقفة نتيجة تدمير الحكومة لهذه الصناعة الوطنية التي كنا نفتخر بها عالميا. فماذا قدمت الحكومة في بيانها لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى؟ كان يجب أن يتضمن برنامجها خطة محددة لإعادة النهوض بتلك الصناعة الاستراتيجية، ووضع جدول زمني محدد لإعادة تشغيل هذه المصانع المتعثرة، وخاصة مصنع الوبريات بمدينة تمنود التي يعاني من الانهيار منذ عشرات السنين. وفي هذا الشهر لم يجد عمال هذه المصنع مرتباتهم، وبناء عليه يا ريس أرفض بيان الحكومة جملة وتفصيلا، مع تحملنا لهذه الحكومة مدة الشهرين القادمين، لأن الوضع الحالي لا يحتمل تشكيل حكومة جديدة في هذا الوقت الضيق. وشكرا سيادة الرئيس.